وقت ما هلبس الطرحة بتاعتي على شعري وهو ناشف تمام. طيب كان كيرلي او ما كانش كيرلي، ايه اللي المفروض اعمله؟ ازيكم عاملين ايه؟ معاكم كريستين عماد في فيديو جديد ان شاء الله. في الفيديو النهارده هنتكلم عن ان احنا ازاي نحافظ على شعرنا العادي او الكيرلي تحت الحجاب. بس قبل ما نتكلم في اي حاجه احب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا كلنا ان شاء الله. تاني حاجه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وكمان تفعلوا خاصيه الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان اعملوا لايك على الفيديو. تعالوا بينا نشوف ايه هي الخطوات اللي اقدر بيها احافظ على الشعر تحت الحجاب. اول نقطة عشان احافظ على شعري تحت الحجاب هي اني ملبس الطرحة بتاعتي وشعري مبلول. دي حاجة من الحاجات اولا بتخلي ريحة الشعر مش حلوة، تحسوها ريحة مكمكمة كده. تاني حاجة ده مع الوقت للأسف بيقصف الشعر وبيدمره وبيهيشه جدا. فعشان اتجنب النقطة دي، يا اما ان انا اكون بنشف شعري قبل ما انزل بوقت طويل، ابقى عامله حسابي على كده ان شعري يكون ناشف تماما، او استخدم الديفيوزر عشان انشف شعري. وعشان تعرفوا الطريقه اللي احنا ننشف بيها شعرنا بالديفيوزر، انا كنت عملت فيديو عنه فهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن، شوفوا الفيديو هيفيدكم قوي عشان تعرفوا ازاي تنشفوا شعركم بسرعه ومن غير ما تهيشوا شعركم ويكون قد كده. تاني خطوة وهي وقت ما هلبس الطرحة بتاعتي على شعري وهو ناشف تمام. طيب كان كيرلي او ما كانش كيرلي، ايه اللي المفروض اعمله؟ اول حاجة ان احنا الطرحة بتاعتنا يا تكون الطرحة نفسها ستان، او لو انا ما عنديش طرحة ستان او ما بحبش الطرح الستان فممكن اجيب البندانة الستان اللي هي بتكون ستان من جوه، واحيانا بتكون في منها نوع انه يكون ستان من الداخل ومن الخارج كده يكون قطن، علشان الطرحه ما تتزحلقش وكده. انا عارفه دي مشكله عويصه لان الستان بيزحلق الحاجه بسرعه. دي حلوه ومفيده جدا للشعر. ليه؟ علشان احتكاكها مع الشعر اول حاجه ما بتسببش اي هيشان، تاني حاجه ان الستان ما بيمتصش اي ترطيب انا عاملاه لشعري، فبالتالي عشان لما ارجع من المشوار بتاعي واخلع الطرحه بتاعتي ما احسش بهيشان او ان الشعر ناشف قوي او هايش قوي، او مع الاحتكاك بتاع القطن ده للاسف بيهيش الشعر وبيهيشه جدا بشكل مش حلو. فدي تاني خطوة لازم ان نكون واخدين بالنا منها. نيجي للخطوة الثالثة وهي لو انا مش بعمل كيرلي بس انا حابة احافظ على شعري يكون صحي وما يكونش بيبوظ مني مع الوقت. ايه اللي اعمله؟ لما بتيجي تقسمي شعرك وتلميه تحت الطرحة، يفضل اني مثلا لو النهاردة هقسم شعري على جنب او هفرق الجزء اللي من هنا على جنب، يبقى خليني تاني يوم افرقه مثلا من النص، خليني اليوم الثالث اكون برجعه كله لورا. بلاش افضل على نفس القسمة كتير لان ده للاسف مع الوقت هتحسي ان هنا بدأ يبان فراغ او تحسي ان الشعر بدأ يتنحل من كتر ما انا بفرقه من نفس الحتة كل يوم. فحاولي تغيري القسمة بتاعة الشعر عشان ما تحسيش باي فراغات موجودة في شعرك. نيجي للخطوة الرابعة وهي اني بعمل شعر كيرلي وحابة المه تحت الطرحة. طيب هنعمل كده ازاي؟ هبتدي افك شعري واوريكم نلمه ازاي بطريقة كويسة وفي نفس الوقت ما تيش شعري وما تبوظليش الكيرلي وحتى الفوليوم بتاعي لما ارجع عايزاه يرجع تاني اعمل ايه. تعالوا بينا هفك الاول شعري عشان اوريكم. دلوقتي انا فكيت شعري زي ما انتم شايفين. طيب هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي الم شعري بالراحه كده واعمله كعكايه على مفيش ازاي يعني كانها واسعه او مهويه. بصوا يعني بلم الشعر بالراحه اهو وهبتدي اجيبه من ورا كده. اقدر استعمل توكة الستان بتاعتي او توكة سلك التليفون، دي موجودين في كل مكان. طيب انا هستعمل التوكة الستان بتاعتي وهي اني هعمل كعكاية بسيطة انا عايزة اوريكم بس المنظر.
بكده اكون عملت زي كعكايه صغيره بسيطه جدا وواسعه، على اساس ان انا لما ارجع واحب ان انا افك شعري بعد مشوار طويل اقدر افكه عادي مفيش اي مشكله. ابتدي افكه كده وابتدي اعمل شعر كده. طيب ايه طريقه تانية ممكن اعملها برضو عشان يفضل الكيرلي بتاعي شكله حلو؟ ان انا اعمل ضفيره واسعه. بمعنى ايه؟ يعني مثلا لو خدت الاجزاء دي والجزء اللي انا عملته ده ابتدي ان انا المه كده، وممكن بالتوكه اللي هي سلك التليفون احطها بس كده على واحده بس، وانزلها لتحت شويه عشان ما تعمليش قبه من هنا ويكون شكلها مش احسن حاجه. واقدر برضو اعمل الجزء التاني بنفس طريقه الجزء الاولاني، وبالتالي هتديني شكل كويس جدا وحلو. وبرضو لما هرجع اقدر ان انا لما افك شعري يكون شكله لسه حلو وكويس. طيب مثلا انا دلوقتي خلاص رجعت من مشواري وعايزه ارجع الكيرلي بتاعتي تاني، ابتدي افك شعري بالراحه كده وابتدي اشوف بقى هل الكيرلي بتاعي تمام. لو تمام مفيش اي حاجه بايظه فيه، بس انا محتاجه ان انا اديله فوليوم، هبتدي ادخل ايدي في راسي كده وابتدي ارفع الشعر كده لفوق. بصوا هتلاقوه اداكم فوليوم اهو بالطريقه دي. انا طبعا عشان الكيرلي بتاعتي دول كانوا القطتين فما كانوش احسن حاجه، بس احنا هنرجعهم لورا. وهي ممكن اجيب شعري لقدام كده وابتدي انفشه. بصوا هيديني تاني الفوليوم بتاعي اللي انا كان موجود. طيب مثلا خلعت الحجاب بتاعي وحسيت اني اوريدي في مثلا كرلهايه بايظه عندي شكلها مش عاجبني او شكلها سيء للاسف او مش حلو، اعمل ايه؟ هنعمل ريفرش. وانا كنت عامله فيديو كامل عن ازاي نعمل ريفرش لشعرنا، هسيب لكم برضو الفيديو في الديسكريبشن تحت شوفوه، هيفيدكم قوي ان انتوا لما تعملوا ريفرش للشعر وبعد كده نبتدي نعمل سكرانشنج كتير ونسيب شعرنا ينشف، هتلاقوا الشعرايه رجعت تاني شكلها حلو، وكمان رجع الفوليوم بتاع شعري عادي. وبكده تكون خلصت كل النصايح وكل الحاجات اللي نقدر نمشي عليها علشان نقدر نحافظ على الكيرلي تحت الحجاب. بس في كام نصيحة كده انا بحب دايما اقولهم، ان احنا نعمل ماسكات لشعرنا، ده فعلا بيفرق مع شعرنا جدا. ايا كان بقى انت محتاجة ماسك ترطيب او ماسك بروتين، محتاجة حمام زيت لشعرك، ده كله بيفرق حقيقي مع شعرنا، بالذات في وقت اللي احنا داخلين عليه الصيف. فهنبقى محتاجين ان احنا شعرنا يكون مترطب كفاية وصحي كفاية. وكمان حاجة يفضل ان احنا نجيب هير ميست او برفيوم للشعر، ده بتبقى حاجة صحية وامنة جدا على شعرنا، بتكون خالية من اي كحول او اي مواد ضارة على الشعر، ونرش عليه على شعرنا قبل ما نلبس الحجاب. ده اولا هيدي ريحة حلوة جدا لشعرك وهتقعد معاكي كذا يوم، ومش هتحسي في وقت الصيف ان شعرك عرق او عمل ريحة مش حلوة او الكلام ده كله. مهم كمان انك تمشي على روتين صحي لشعرك، ده مهم جدا وهيفرق مع شعرك قوي. لو انت لسه جديدة او لسه مش عارفة ايه الروتين اللي انا مفروض اعمله او امشي عليه، هسيبلك لينك الروتين كامل في الديسكريبشن، شوفيه هيفيدك جدا عشان تعرفي ايه الخطوات اللي تمشي عليها وايه الحاجات اللي بنحطها على شعرنا بالترتيب عشان شعرنا يكون مش بس كيرلي، لا كمان يكون شعر صحي. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واتمنى تكونوا استفدتم. لو عندكم اي اسئله سيبولي هنا في الكومنتات او على جروب الفيسبوك او على الانستجرام او صفحه الفيسبوك، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وكمان تعملوا شير عشان اصحابكم يستفيدوا زيكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.